عملت سبسكرايب؟ ايوه انت اللي بتتفرج عملت سبسكرايب؟ ما عملتش سبسكرايب. روح اعمل سبسكرايب قبل ما اقول اي حاجه، قبل ما اتكلم في اي حاجه في الفيديو ده. روح اعمل سبسكرايب دلوقتي، وانت طالع كده اعمل لايك للفيديو، مش هتخسر اي حاجه. خلينا نبدا كالعاده، وربنا ما يقطع لنا عاده ان سامسونج كلمتني زي كل سنه، قالت لي تعالى صور الفولد 5 والزي فليب 5 الجداد بتوعنا قبل ما ينزل. ويا ريت الشركات كلها بتعمل كده، يعني ما نستناش لما الموبايل ينزل بره بشهرين ثلاثه ويجي يقولوا لك امسك يا عم الموبايل اعمل له ريفيو. لا، انا دايما ببقى نفسي اتكلم عن الموبايل في ميعاد اطلاقه، في ميعاد نزوله بره العالمي. فمبدئيا شكرا سامسونج لخامس سنه على التوالي. وخلينا الاول نتكلم عن الزي فليب 5. الزي فليب 5 اهم تغيير فيه هو الشاشه الخارجيه بتاعته، وزي ما احنا عارفين ان الزي فليب 4 كان جاي بشاشه خارجيه بحجم 1.9 بوصه تقريبا. الزي فليب 5 بتاع السنه دي جاي بشاشه خارجيه بحجم 3.4 بوصه. شاشه زي ما انتم شايفين قدامكم، شاشه كبيره تقدر ان انت تعرض عليها معلومات اكتر بكتير جدا من الشاشه الصغيره بتاعت السنه اللي فاتت. وطبعا اهم ميزه في الزي فليب عموما ان انت ممكن تتصور سيلفي بالكاميرا الخلفيه او الكاميرا الرئيسيه بتاعت الموبايل. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بتصور سيلفي بالكاميرا الرئيسيه بتاعت الموبايل. طبعا الكلام ده كان في الزي فليب قبل كده، ولكن دلوقتي بقى عندنا شاشه اكبر تقدر ان انت تشوف نفسك فيها بشكل افضل بكتير، زائد ان انت ممكن تصور فيديو، تصور بالالترا وايد، تعمل اي حاجه بالكاميرا الخلفيه على الشاشه الاماميه اللي بقت اكبر في الزي فليب 5. وكمان دلوقتي من الشاشه الخارجيه دي عندك تطبيقات معينه ممكن ان انت توصل لها من خلال الشاشه الخارجيه دي، زي الواتساب مثلا. دلوقتي ممكن تقرا كل الرسائل بتاعت الواتساب على الشاشه الخارجيه، وكمان ترد من الشاشه الخارجيه على الواتساب. بيطلع لك كيبورد صغيره كده ممكن ترد عليها من غير ما تفتح الموبايل ومن غير ما تعمل اي حاجه، من الشاشه الخارجيه ترد. كمان حاجه مثلا زي اليوتيوب، دلوقتي ممكن تتفرج على فيديو كامل على اليوتيوب من خلال الشاشه الخارجيه اللي احنا قلنا عليها دي. سامسونج برضو ضافت فيتشرز كتير قوي على الشاشه الخارجيه دي، زي الوول بيبرز الجديده، زي الانيميتد وول بيبرز الجديده. برضو زي ما انتم شايفين ممكن تحط صوره انت عايزها وتعمل لها ديزاين كمان جديد على الشاشه الخارجيه، زائد طبعا الويدجتس الكتيره جدا اللي في الشاشه الخارجيه، والكالندر بقى والحاجات اللي احنا عارفينها. يعني بص، احلم بخيالك في الشاشه الخارجيه دي اكنها موبايل منفصل خالص عن الشاشه الداخليه. بالنسبه للشاشه الداخليه هم ما غيروش فيها قوي، 6.7 بوصه، برضو دايناميك اموليد 2 اكس نوعها، وبتيجي بتردد 120 هرتز. بالمناسبه الشاشه الخارجيه 60 هرتز مش 120 هرتز، وملهاش لازمه قوي ان احنا نعملها 120 هرتز، يعني شاشه صغيره. ولكن الشاشه الداخليه هي شاشه كويسه جدا. طبعا الانحناء او الانبعاج اللي احنا بنشوفه في الشاشه الداخليه بتاعه الزي فليب عموما قل هنا في الزي فليب 5. هو طبعا ما اختفاش بشكل كامل، ولكن قل بشكل كبير ان انت ممكن ما تلاحظوش. طبعا لو وجهت الموبايل لاضاءه هتشوفه، يعني هتشوف الانحناء او الانبعاج اللي في الشاشه ده، ولكن قل بكتير جدا عن النسخ اللي فاتت من الزي فليب. عندك حاجه جديده قوي انا حبيتها الصراحه، وهي الزيرو جاب هنج، اللي هي عباره عن لما كنت بتقفل الموبايل في الزي فليب 4 و3 من ساعه ما نزل الزي فليب، كنت تلاقي الموبايل ما بيقفلش على بعضه بشكل مستوي قوي، كنت تلاقي لازم حته فاضيه كده في النص. دلوقتي سامسونج عملت الزيرو جاب هنج، ان هو لما تقفل الموبايل يبقى الموبايل فلات ومستوي ومقفول تماما، مفيش اي حاجه بتعدي من النص زي ما انتم شايفين. فدي حركه كويسه قوي، وكنت اتمنى ان سامسونج تعملها من زمان الصراحه. وموضوع الزيرو جاب هنج ده ادى لان الموبايل يبقى رفيع. الموبايل دلوقتي بقى ارفع من الزي فليب 4، انا مش فاكر ارقام قوي، ولكن بقى ارفع واسهل ان انت تحطه في جيبك، واسهل ان انت تستخدمه بشكل عام، عشان طبعا الزيرو جاب هنج والكلام اللي احنا قلناه ده. الكاميرات بتاعت الزي فليب 5 هي بالظبط بتاعت الزي فليب 4 بتاع السنه اللي فاتت. عندنا كاميرا رئيسيه 12 ميجا بكسل فيها او اس او تثبيت بصري للصوره، وعندنا ال 12 ميجا بكسل برضو الترا وايد، وعندنا من جوه لما تفتح الجهاز عندنا كاميرا سيلفي بدقه 10 ميجا بكسل. عندنا الشاشه بقت محميه بطبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس 2، دي حاجه كويسه قوي ضد الكسر والخدوش والكلام ده كله. عندنا برضو الموبايل بقى مضاد للميه والغبار بشهاده IPX8. كمان الزي فليب 5 جاي بالسناب دراجون 8 جن 2، نفس المعالج اللي شفناه في الاس 23 الترا بدون اي مشاكل. الموبايل جاي ب 8 جيجا رام و256 جيجا و8 512، بطاريه 3700 ملي امبير ما اتغيرتش خالص عن السنه اللي فاتت، والشحن ما زال هو 25 واط. كنت اتمنى ان سامسونج تعمله على الاقل 45 واط، بس هي لغايه دلوقتي 25 واط. طبعا عندنا حاجات كتير قوي جديده في السوفت وير، هبقى احكيها لكم بقى في الريفيو النهائي بتاع الجهاز
الجهاز ان شاء الله في ريفيو كبير. اتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان تشوف الريفيو الكامل بتاع الزي فليب 5 ان شاء الله اول ما يجي. الموبايل نازل منه 4 الوان، عندنا المينت جرين اللي هو الاخضر، وعندنا اللافندر، وعندنا الكريم، وعندنا الجرافايت اللي هو اسود. يعني الصراحه الوان الزي فليب دايما بتكون مميزه قوي، والوان شيك جدا، تحس ان هو قطعه فاشن مش موبايل، مش مجرد موبايل، هو قطعه فاشن. دايما بينقوا الوان حلوه قوي قوي في الموبايل، وده كل الجديد اللي في الزي فليب 5. ندخل بقى على الفولد 5، سامسونج فولد 5. مبدئيا الموبايل بقى اخف وارفع من الفولد 4 بتاع السنه اللي فاتت. الموبايل تقريبا وزنه قل 10 جرام من السنه اللي فاتت. عندنا الفولد 5 وهو مقفول بقى 13 و4 بدل 14 و2 مللي، وهو مفتوح بقى 6.1 مللي. الموبايل بقى رفيع جدا عشان طبعا يسهل ان انت تحطه في جيبك بدون مشاكل. وليه الموبايل رفع؟ لان زيه زي الزي فليب بالظبط بقى زيرو جاب هنج، اللي هو لما الموبايل يقفل مش هتلاقي الجاب اللي ما بين الشاشتين لما بيقفلوا. ودي حاجه انا شايف ان سامسونج كان المفروض تعملها الصراحه من السنه اللي فاتت، ولكن شفناها الحمد لله في الموبايل ده. الشاشه اللي بره ما اتغيرتش، هي 6.2 بوصه، 120 هرتز، دايناميك اموليد 2 اكس. شاشه حلوه جدا، شاشه خرافيه ان انت ممكن تستخدمها اصلا كموبايل عادي جدا. الشاشه اللي جوه هي نفس الابعاد بنفس كل حاجه، ولكن البيك برايتنس او اعلى سطوع للشاشه الداخليه اللي جوه اللي هي كبيره جدا بيوصل دلوقتي ل 1750 نت، وده رقم كويس جدا جدا بالنسبه لشاشه فولدبل يعني او شاشه بتتني. الشاشه الداخليه هي بالظبط بتيجي بحجم 6.7 بوصه، 120 هرتز، دايناميك اموليد 2 اكس. شاشه طبعا حلوه جدا، وبالاضافه طبعا ان الانبعاج اللي في النص اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو اختفى في الزي فليب 5 برضو قل بشكل كبير جدا في الفولد 5. هو ما اختفاش، هو قل. ايه اختفى دي؟ ما علينا. الفولد 5 برضو زيه زي الزي فليب بالظبط، هو جاي بالسناب دراجون ال 8 جن 2، نفس المعالج اللي شفناه في الاس 23 الترا ما اتغيرش. والفولد 5 كمان الشاشه الداخليه والخارجيه الاثنين محميين بطبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس 2 المضاده للخدش والكسر والكلام ده كله، فدي حاجه كويسه قوي. الشاشه الداخليه والخارجيه. عندك برضو الموبايل ده مضاد للماء الغبار بشهاده IPX8 زيه زي الزي فليب 5 بالظبط. اما بالنسبه للكاميرات فالكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، وعندنا 12 ميجا بكسل الترا وايد، وعندنا 10 ميجا بكسل للزوم 3x، وعندنا كاميرتين هنا سيلفي لان عندنا كاميرا بره وعندنا كاميرا جوه لما تفتح الشاشه اللي بتتني. عندنا الكاميرا اللي بره دي 10 ميجا بكسل، والكاميرا اللي جوه المختفيه جدا تحت الشاشه وهي بتيجي بدقه 4 ميجا بكسل. فالكاميرات برضو ما اتغيرتش قوي، ما حصلش فيها تحديث كبير قوي. نفس البطاريه بالظبط 4400 ملي امبير، وبيدعم شحن ال 25 واط. وانا برضو لسه عند كلامي ان لازم سامسونج تشوف حل في موضوع ال 25 واط. هو ال 25 واط مش بطيء، يعني بيشحن الموبايل في ساعه ونص، ولكن احنا دلوقتي حاليا في 2023 في موبايلات كتير قوي بتشحن في 10 دقائق وربع ساعه ونص ساعه. انا مش عايز الكلام ده، انا على الاقل عايز ال 45 واط اللي شفناها من سامسونج قبل كده. فاهم الفكره؟ في حاجه عجبتني قوي في الفولد 5 الجديد، واللي هي الجراب الجديد بتاع الموبايل، مش الموبايل نفسه، الجراب اللي جاي مع الموبايل. دلوقتي الجراب عملوا فيه حركه صايعه جدا عشان تخفي فيه القلم. زمان كان الجراب لما بتحط فيه القلم بيبقى الموبايل كبير جدا عشان القلم كان طالع بره الجراب. دلوقتي عملوا له زي تجويف كده في الجراب، تحط فيه القلم ويبقى الجراب بسوا واحد. فاهم؟ زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجراب والقلم مش جايين مع الجهاز، يعني دي حاجه انت بتشتريها للفولد 5 لو انت عايز تستخدم معاه قلم. يعني القلم نفسه بقى ارفع واصغر شويه عشان طبعا يتحط في الجراب الجديد ده، لان انت لو استخدمت القلم القديم هيبقى عندك نفس مشكله ان القلم طالع بره الجراب. عموما القلم القديم يشتغل، يعني لو انت شاري القلم القديم وعايز تجيب الفولد 5 ما عندكش اي مشكله خالص. الموبايل ده نازل منه 3 الوان، ايسي بلو والفانتوم بلاك، ونازل منه اللون الجراي، مش نازل بنفس الالوان بتاع الزي فليب 5. عشان كده دايما بقول ان الزي فليب عموما هو موبايل فاشن، موبايل شيك، موبايل شيك جدا. الفولد هو موبايل اعمال، هو اكنه لابتوب في جيبك. فاهم؟ اكنك انت معاك لابتوب على هيئه موبايل، تقدر ان انت تعمل عليه مالتي تاسكينج بشكل كبير جدا. ممكن تفتح على الشاشه بتاعته 4-5 برامج في وقت واحد وتشتغل عليهم بدون اي مشاكل. طبعا عندنا في الفولد 5 مميزات كتيره جدا جدا في السوفت وير، برده هبقى احكيها لكم لو عملت عليه ريفيو ان شاء الله. وطبعا الوقت كان ضيق جدا ان انا اصور كل المميزات بتاعه السوفت وير لما انا رحت صورت يعني عند سامسونج، ولكن لو الموبايل جالي وعملت عليه ريفيو هقول لكم على كل مميزات السوفت وير بتاعه الفولد 5. طيب
رايي ان الفليب 5 هو صاحب اكبر تغيير في الموبايلات اللي انا قلتها دي. الشاشه الخارجيه اللي كبرت الصراحه ودت الموبايل ده في حته تانية خالص، الامكانيات اللي في الشاشه اللي بره ودت الموبايل ده في حته تانية خالص. الموبايل بقى ارفع، الموبايل اي نعم ما فيهوش حاجه جديده قوي في الامكانيات بتاعته، يعني كهاردوير ما فيهوش حاجه جديده قوي غير البروسيسور مثلا بقى سناب دراجون 8 جن 2، ولكن كسوفت وير والشاشه اللي بره الخارجيه والزيرو جاب هنج والموبايل بقى ارفع وكده، الموبايل بقى حلو جدا جدا كتطور من الزي فليب 4 يعني. ولكن الفولد 5 كل التطورات بتاعته جت في الزيرو جاب هنج طبعا، والشاشه الداخليه اللي فيها برايتنس اعلى، وانه بقى ارفع طبعا واخف وكل الكلام ده، ولكن ما فيهوش تغيير جوهري او ما فيهوش تغيير كبير جدا جدا تقدر تقول والله ده الموبايل ده فيه حاجه خرافيه او فيه حاجه ثوريه مثلا حصلت جديده. ولكن سامسونج هنا بتركز جدا على موضوع السوفت وير، وان هي زادت فانكشنز او مميزات كتير قوي قوي في سوفت وير الفولد 5 عن الفولد 4. مميزات بتخص المالتي تاسكينج، مميزات بتفيد جدا جدا الموبايل ده كفولد. زي ما انا قلت هو لابتوب في جيبك، فمميزات بتفيده جدا جدا ان هو يبقى لابتوب في جيبك. فاهم الفكره؟ طبعا لو انا قعدت احكي لكم في المميزات دي في الفيديو ده انا مش هبقى صادق تماما، لان انا ما جربتش المميزات دي بالشكل الكافي. انا كان قدامي تقريبا ساعه او ساعه ونص اصور فيهم، فاللي انا قدرت اصوره عرضته لكم واتكلمت عليه. فاهم؟ انا ما اقدرش اتكلم على حاجه انا ما جربتهاش. فلو عملنا فيديو للفولد 5 اقدر ان انا اتكلم على كل المميزات دي، لانها مميزات كتيره جدا جدا فعلا. ولكن ده ما يمنعش ان الفولد 5 برضو ما قدم لناش حاجه ثوريه او ما قدم لناش تحديث ثوري. الزي فليب 5 انا عاجبني جدا، وفعلا الشاشه الخارجيه دي يعني تعتبر ان هي تحديث جامد جدا بالنسبه له. الفولد 5 زي ما انا قلت هو تحديثات سوفت وير اكتر منها هاردوير. بس كده ده كان كل حاجه في الفيديو ده. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايلات دي، واسالوني اي حاجه عن الموبايلات دي او غير الموبايلات دي، انا هرد على كل الكومنتات تحت كالعاده. والاهم ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، او لو ما عجبكش يعني معلش يعني مش تخسر حاجه، اعمل لايك اعمل سبسكرايب اعمل الكلام ده كله. وبس كده كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.